الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة يا رب. رب يسعد أيامكم ويفرح قلوبكم ونور أيامكم يا رب، يجعلها كلها أفراح يا رب، يجعل أيامكم كلها أفراح وسعادة. حضراتكم بعمل البشريك اللي هو المرد بتاع الصدر، دي الفردة اليمين اللي هيبقى فيها الزراير. بركب الخيط على الخيط بالظبط علشان ما تبقاش المكنة اللي جوه باينة، بغطيها اهو من ناحيتين. بسم الله. بسم الله. أكمل القصة بتاعت عم الحاج اللي هو عنده مصنع ملابس وجاب لي الزبون ده عشان أعمل له الجلابية. يحكي لي بقى، بيقول لي الحاج عبد العزيز ودى جليب عند فلان الفلاني. تصدق يا حاج محمد إن الراجل الترزي ركب له الكمام غلط؟ إحنا بنعمل حضراتكم الجلابية ويبقى فيه فتح في الكم من قدام زي كده، هوري لحضراتكم كده. ده كم ده ما فيهوش فتح، الكم ده مقفول، الترمبه بتاعته مقفوله عاده اهي. اما الجليب بتاع الحاج عبد العزيز بيحب هنا فتحه بشريك، هنا تبقى مفتوحه كده، ممكن تحط فيها زراير وممكن لا. مطرح صباعي هو ماشي كده، يبقى البشتيك ده ورا من ناحيه ورا عشان يبقى فيه كم يمين وكم شمال. الحاج الاخ الترزي عمل له الكمام غلط، ركب اليمين في الشمال والشمال في اليمين، اصبحت الفتح بدل ما تبقى ناحيه ورا اصبحت ناحيه قدام. كل ما يلبس الجلابيه الكم يلف فتحه قدام مش مظبوطه. راح له الحاج عبد العزيز، خد الجليب وراح له. اتعملت بره بقى، بيحكي لي الراجل امبارح، بيقول له والله يا حاج محمد يعني عند ترزي مشهور وراجل يعني قديم. قلت له بس مش هو اللي عمل الشغل، اكيد الصناعيه اللي عنده. قال لي فعلا ممكن يكون الصناعيه وبيعتمد عليها او بيتكل على شغلهم، هو يقص ويديهم الشغل يخلصوه، فجل من لا يسهو. ممكن واد صنايعي عمل الايه؟ الكوام دي غلط. قلت له اه. قال والله انا عشان انا اللي موديه فكيتهم. هو عنده فكره عن الخياطه بقى، هو صنايعي زي حالاتنا برضه، بس ايه، ما بيشتغلش للزباين، بيشتغل جاهز للبيع. انا تصدق انا عشان انا اللي اتورطت في الموضوع، فكيت الكمام بتوع جلابيتين وغيرت الكمام، بدلتهم رجعتهم لحالتهم الطبيعيه، اليمين في اليمين والشمال في الشمال. قلت له ما هو انت تستاهل. قعد يضحك، قال لي انا ما قلت كده برضه. قلت له انا اللي استاهل عشان انا اللي تدخلت في حاجه، بس انا كان من عشم يعني ان انت ايه، تقبل كلامي وما تزعلش قوي كده. قلت له يا سيدي خلاص، جل من لا يسهو، خلاص عفى الله عما سلف. ممكن حضراتكم في التعليقات الحلوه بتاعتكم تنصحوني انا كنت غلط ولا صح، فاني ما قبلتش الشغل بتاع الراجل وحرمت عليه. ويعني هقول الشيطان ركبني؟ لا مش الشيطان ركبني، اعوذ بالله من الشيطان. الغرور او هو كده جت كده عند او حاجه، ما قبلتش الشغل، خلاص هي قفلت معايا وما رضيتش اخد الشغل بتاع الراجل. لازم البشتيك ده يركب على بعضيه كده قد بعضيه. بسم الله. يا ميسر كل عسير يا رب، يسرها من عندك يا رب.
البشتيك ده المرد اللي بعمله ده هو اسمه بشتيك عند الترزية، انما عند الناس اسمه مرد الصدر. المرد ده لو مش حلو ومظبوط ومقاسه مظبوط يعيب الجلابيه، الجلابيه تبقى مش حلوه. بسم الله. لازم عفوا لازم يبقى مظبوط وخياطته عدله ومظبوط قوي محطوط في مكانه، علشان هو ده المرايه بتاعه الشغل. واول حاجه هو والجيب واللياقه، البشتيك والجيب واللياقه لازم يبقى حضراتكم شايفين مفروض ازاي اهو. اصلح ما بين ايدينا يا رب، اصلح ما بين ايدينا يا رب. والله يا ربي ما هي شطاره، ده توفيق منك. والله يا ربي هو توفيق منك انت يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. المرد اهو شايفين حضراتكم، هتبقى هنا العراوي والزراير. طيب نركب الجيب، نركب الجيب عشان ميعاده دلوقتي. ادي الجيب اهو. الجيب ده بينزل على سقوط 20 سم من الكتف، ادي الكتف اهو ينزل 20 سم. انا الفتر بتاعي ده 20 سم، لو قسته هلاقي 20 بينزل كده. بسم الله. اثبت الجيب بدبوس علشان ما يتحركش مني وانا بشتغل. شايفين حضراتكم اهو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لازم غرزة المكنة تبقى رفيعة ناعمة، عشان الجيب ده بيبقى مراية في الصدر، مراية. عين صديق صاحب الجلابية دي أول ما بروح على اللياقة عينه وتروح على اللياقة والجيب غصب عنه. شكل الجلابية ما يبقى اللياقة مظبوطة والجيب مظبوط تبقى كل حاجة مظبوطة. بسم الله. يا ميسر كل عسير يا رب. مطلوب مني 4000 ساعة يا حبايبي يا متابعيني. ربنا يكرمكم اللي يتفرج على الفيديو يشوفه للآخر، شاهد الفيديو للآخر رجاء رجاء رجاء، فضلا وليس أمرا. شوف الفيديو للآخر عشان تحسب لي ساعات. شايفين حضراتكم الجيب ركب بسم الله ما شاء الله اهو. نضف الخيط كده، الجيب ركب اهو حضراتكم شايفين. الله، من غير مكوى شكله حلو ازاي. عنده كده 12 سم في طول 14 سم، على قد مقاس الجسم بتاع صاحب الجلابيه. عايز مشاهدات، عايز ساعات في المشاهدات، شاهدوا الفيديو للآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.